شكري نجيب، بنرحب بيك في الموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي. شكري، النهارده شفناك بتوقع للنادي الاسماعيلي على بياض بعد ما العميد بديع اتصل بيك. جيت بسرعه، يعني احنا قلنا هتقول بكره ولا بتاع، لانك جيت بسرعه. تحكي لنا كده على تفاصيل التوقيع بسم الله الرحمن الرحيم. هو أول ما سيادة العميد اتصل بيا جيت على طول زي ما حضرتك شفت، توقعت على بياض ومفيش مشكلة. بقالي 10 سنين في النادي، وربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله ويسهل إن شاء الله. ان شاء الله. شكري، طموحك ايه يعني بعد ما وقعت للنادي الاسماعيلي؟ طموحك ايه بقى مع النادي؟ الطموح بإذن الله أنا وزمايلي كلهم إن شاء الله نعمل حاجة للنادي، وحاجة كويسة بإذن الله. الدوري يتلعب إن شاء الله، ربنا يكرمنا ونعمل حاجة تفرح الناس، ونبقى قد الثقة بتاع سيادة العميد والحاج محمد والناس كلها إن شاء الله. شكري يعني عايز اعرف ايه سبب توقيعك على بياض النادي الاسماعيلي؟ يعني دلوقتي مش اي حد بيمضي على بياض في نادي زي النادي الاسماعيلي. ايه سر توقيعك على بياض والنهارده وشايفينك موجود ومبسوط تمضي على بياض النادي الاسماعيلي؟ قول لنا ايه السر في ده؟ انت قلت نادي الاسماعيلي نادي كبير، وسيادة العميد طبعا كلمني، فهو الموضوع خلص خلاص على طول، ان هو كلمني بس وقال لي تعالى امضي. فبس ربنا يكرم ان شاء الله الفترة الجاية، ويبقى في نعمل حاجة كويسة ان شاء الله كل الناس ان شاء الله. طب احنا مش هنطول عليك عشان عارفين عندك تمرين دلوقتي، واخد بالك ان احنا نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله من إن شاء الله تقدم وتقدم بإذن الله إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله.